هو في ايه؟ ازاي مدينة كاملة في السودان بتتحاصر بالشهور وبعدين تتحول لجحيم في يوم وليلة؟ وازاي العالم كله ساكت عن اللي بيحصل في مدينة الفاشر في السودان؟ مدينة الفاشر في السودان دلوقتي بقت رمز من رموز المأساة الإنسانية. قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي أعلنت إنها سيطرت على مدينة الفاشر بالكامل بعد حصار دام لمدة سنة ونص. مفيش أكل، مفيش دواء، مفيش مية، الناس كانت محاصرة جوه المدينة كأنها في سجن. بس الكارثة الحقيقية بدأت لما قوات حميدتي دخلت المدينة. الهجوم بدأ بالطيارات المسيرة وبدأوا على مسجد كان موجود في مدينة الفاشر، الناس كانت بتصلي الفجر فيه. قتلوا فيه أكتر من 70 واحد. الإحصائيات بتقول إن عدد القتلى دلوقتي وصل أكتر من 3000 بني آدم. اللي بيحصل في مدينة الفاشر في السودان مش معركة، دي مجزرة بمعنى الكلمة. الناس بتتقتل هناك إنها رافضة تسيب بيوتها وتمشي، والمدينة دلوقتي شبه مدمرة، لا مستشفيات ولا أمان. السؤال بقى اللي الناس كلها بتسأله: مين اللي بيدعم حميدتي ده وميليشيات الدعم السريع؟ مين اللي بيمول وبيدخل السلاح؟ للأسف الشديد اللي بيمول الناس دي هي دولة عربية. مصادر دولية كتير بتأكد إن الدعم ده جاي من دولة الإمارات وبتنتقل عن طريق دولة تشاد على الحدود الغربية، والهدف هو السيطرة الكاملة على مدينة دارفور. طب ليه؟ لأن فيها ذهب وفيها موارد ضخمة، يعني الموضوع مش حرب عادية، دي لعبة نفوذ كبيرة جدا، والنتيجة آلاف الضحايا والنازحين. العالم كله لسه بيتفرج. مدينة الفاشر بتصرخ بس محدش سامع. بنطالب ان المجتمع الدولي يتحرك لإنقاذ مدينة الفاشر فعلا قبل ما السودان كلها تختفي من على الخريطة.